لحظات وينطلق البث المباشر للحلقة. الجديدة نيوز، موقع إخباري متجدد على مدار الساعة. لحظات وينطلق البث المباشر للحلقة. الجديدة نيوز، موقع إخباري متجدد على مدار الساعة. لحظات وينطلق البث المباشر للحلقة. الجديدة نيوز، موقع إخباري متجدد على مدار الساعة. لحظات وينطلق البث المباشر للحلقة. الجديدة نيوز، موقع إخباري متجدد على مدار الساعة. لحظات وينطلق البث المباشر للحلقة. الجديدة نيوز، موقع إخباري متجدد على مدار الساعة. لحظات وينطلق البث المباشر للحلقة. الجديدة نيوز، موقع إخباري متجدد على مدار الساعة. لحظات وينطلق البث المباشر للحلقة. زوار ومتتبعو موقع الجديدة نيوز أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. اليوم حلقة جديدة من برنامجكم صوت المواطن، اللي كان من حسب اللي كنا قلنا حسب لاجوندا ديال البرامج غيكونوا الاثنين والجمعة، ولكن نظرا للظرفيه بطبيعه الحال ملي كتكون شي حاجه استثنائيه بطبيعه الحال كنقدروا نبدلوا التوقيت ولا نديروا حلقه وسط من الاسبوع خارج هذا الاوقات بجوج. بطبيعه الحال قبل ما نبداو هذه الحلقه غادي نحاولوا نشوفوا واحد الكرونولوجيا ديال لي ميساج اللي كنت كنوجه دائما الى رئيس الشؤون الداخليه ولا الشؤون الداخليه عامه، وايضا الى
السيد عامل الاقليم، لا دي اس تي، المهم جميع كل شيء الادارات اللي معنيه بهذه الامور هذه. كنا كنقولوا دائما خصهم يديروا تقارير الى هذه الجهه والى هذه الجهه والى هذه الجهه. دونك هادشي كنا دائما كناديو به. النقطه الاخرى التي كنت اصر عليها واحاول ما امكن ايصالها الى من يهمهم الامر، الا وهي ان المحاسبه ديال المفسدين ولا المتورطين في قضايا ديال الفساد ديال مثلا جماعات ترابيه او مجالس اقليميه او جهويه الى اخره، كنت كنقول بانه الوتيره باش كيمشيو هاد الابحاث ولا التحقيقات شيئا ما بطيئه، وهذا هو اللي كيوصلنا انه كتلقى واحد كيكون تابع من الديبار وبين حاصل، ولكن كيكمل الولايه لان باقي ما عندوش الحكم النهائي، وكيترشح للولايه الاخرى ثاني وكيدوزها ثاني كامله وباقي ما تحكمش. هذه راه هي من الامور اللي كتشجع على بحال هذا الفساد باش انه يبقى. كنا قلنا بانه ملي المجلس الاعلى للحسابات تبان له اختلالات خاص في البلاصه يحيل على من يهمهم الامر باش يكون البحث، باش تكون متابعه، باش تكون بزاف ديال الحوايج. نفس القضيه بالنسبه للمفتشيه ديال العمل ديال التراب الوطني. المهم جميع اللي عندهم الحق انهم يديروا الافتحاصات ويعطيونا تقارير خصهم يوليو يسرعوا في هذه الامور هذه. كيجيو دابا الجماعه القضاة ديال الحكا ديال وزاره الداخليه، كيجيو ديال المجلس الاعلى للحسابات، كيجيو هذه وكيديروا افتحاص مدقق، كياخذوا فيه وثائق، كياخذوا فيه ادله، وفي اخر المطاف كيحيلوا على الجماعه ملاحظات. واش حنا خلاونا باقيين على ديال الملاحظات؟ خاص صافي ما كاينش. بانوا الاختلالات حيل على النيابه العامه، والنيابه العامه ما تبقاش يعني ما تبقاش ديك القضيه ديال التاخر في المصادر، تولي اسراع الوتيره ديال المتابعات في حق هاد الذين سيتم التورط في ديالهم في هاد الامور هذه. غير هي باقي ما غنبداوش دابا المداخلات حتى نعرفوا بعدا اشنا من المواضيع، عاد انكم يعني ملي نعرفوا المواضيع ديك الساعه بالامكان ديالكم انكم ديروا المداخلات ديالكم وتقدروا تدليو بالدلو ديالكم، تعطيونا الامور اللي ممكن نبداو. اول ملف عندنا او اول نقطه غادي نتحدثوا عليها هي يعني كما قالوا زلزال قضائي قد يطيح برؤوس وازنه داخل مؤسسات الدوله بناء على تحريك المساطير من طرف السي هشام بلاوي رئيس النيابه العامه المعين اخيرا مكان مولاي حسن الدكي. اذا السي البلاوي ملي تولى هذا المنصب هذا كي حسب التصريحات اللي كنستقيوها بطرق ديالنا بان هذا السيد مهم داير ديناميه جديده داخل رئاسه النيابه العامه، وبطبيعه الحال هذا غتكون عنده اثار ايجابيه على الاداء ديال النيابه العامه بمحاكم المملكه. فهذيك التعليمات ديالو كانت صارمه باحاله جميع التقارير الصادره عن المجلس الاعلى للحسابات. دونك داكشي اللي كنا كنقولوا بحال تقول السي بلاوي كان يعني متبع بهذا. تعليمات صارمه باحاله جميع التقارير الصادره عن المجلس الاعلى للحسابات والمفتشيه العامه لاداره الترابيه. وهادو فين غيحيلوا؟ حتى هما اللي كيديروا افتحاص ديال الجماعات والمجالس المنتخبه، يحيلهم على الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، الفرقه الوطنيه
او الفروق الجهويه ديال الفرقه الوطنيه ديال الشرطه القضائيه حتى هما، وبكل من الرباط، فاس، دار البيضاء ومراكش، اضافه بطبيعه الحال الى الفرقه الوطنيه ديال درك الملكي. هنا يعني بحال مثلا جديده الفرقه الوطنيه ديال الدار البيضاء، يعني الفرقه الجهويه ولا الفرقه الوطنيه ديال الدار البيضاء هما اللي يتكلفوا بهاد النقاط هذه. دائما حسب الخبيره فكاين العشرات من الملفات اللي لقى السي هشام في الانتظار ديالو فملي تولى المنصب ديال رئيس النيابه العامه. هاد الملفات كانت محطوطه في رئاسه النيابه العامه، في المقر ديال رئاسه النيابه العامه، ولم تكن تتحرك ولا كانت واقيلا جالسه ومحاطينها مسكينه على البرد، والسيد جا قام بالاخراج ديالها الى الوجود، يعني من خلال هاد القضيه ديال هاد المتابعات ولا هاد الابحاث اللي غادا تكون من طرف الفرق الوطنيه او الفرقه الجهويه للشرطه القضائيه وكذلك الفرقه الوطنيه للدرك الملكي. بطبيعه الحال هذه امور اللي كتخلينا نحسوا بانه ماشي زلزال وانما اصلاح قادم او ديناميه جديده للنيابه العامه، باش انه ما يبقاش هذاك التراخي او هذاك البطء في وتيره التعامل مع الملفات المتعلقه بالفساد وما اكثرها. والدليل انه كنشوفوا كما قلت كان شي ملفات في المهرزه الساحل راه ما عرفتش شحال من عام، القضاة اللي حكموا الاولين وقيل ماتوا وولادهم وطلعوا ولاو تما وقيل قضاة وباقي الامور ما سالاتش. جديده كذلك ومثال، احنا كنشوفوا المشكل ديال جديده باقي ما بتاتش فيها المحكمه. تم مارس اغتلالات مثلا على الشارع اللي كيدي الجرف الصفر من جديده، يعني ملي كيتم غادي هذاك الشارع اللي حسب الروايه اللي كانت بانه بسببه كان تم اعتقال عبد الحكيم سوجدان الرئيس السابق للجماعه بعد وايضا ادانه ديالو، وباقي لحد الان استئناف ديالو ما داز. وهذيك الطريق فيها شروينه غنخليو هذه حلقه خاصه بها عما قريب. اذا هذا كل ما كان بشان هذا الزلزال قادم بقوه، وقيل غادي نرجعوا لكلام الشوافه اللي كانت قالت بانه كاين شخصيات وازنه غادا تطيح في المغرب، والبوادر بدات كتبان من دابا لانه امور مهمه ما غاداش بالشكل المطلوب. دابا هذا الشق الاول ديال الحلقه ديال اليوم، يعني بالامكان ديال انه اللي بغى يتصل دابا راه رقم الهاتف ديال البرنامج راه كاين اعلى الشاشه، اللي بغى يتصل يهضر في هذه النقطه هذه فمرحبا بالمكالمات ديالكم. النقطه الاخرى غادي ندوزو ليها هي ديال نائب الوكيل العام بفاس. دابا هذه نقطة ثانية كتبين هي بما لا يدع مجالا للشك على أن المغرب ماض في محاسبة المفسدين ومحاسبة الخارجين عن القانون، فحتى نائب الوكيل العام لم يسلم من المحاسبة. ها هو دابا نائب الوكيل العام ديال فاس تمت إحالته على التحقيق، والتهمة هي التخابر مع جهات خارج الوطن. بطبيعة الحال ملي كيكون إنسان في هذا المنصب ديال نائب وكيل العام شوية قاصحة، قاضي وكتنوض كتمشي كتخابر شوية قاصحة. دونك حنا هنا ما قالوش لينا سبب ديال التخابر،
ولكن قال لك المهم كاين هناك تخابر. تحقيقات تفتحت، واش هاد السيد بصح داير ما دايرش، التحقيقات والابحاث هي اللي غتعطينا في اخر المطاف هاد الامور واش كاينه ولا ما كايناش. ماشي اول مره كنسمعوا في بحال هاد المسائل، كانت كدوز نوبه نوبه شي حاجه بحال هكا، ولكن دروك كنلاحظوا مؤخرا الامور غاده بواحد الزيار. يعني ما يمكنش انه نقولوا دابا بان كل شيء في منأى عن المحاسبه ولو يكون عنده شي منصب بلافوني. يعني كل شيء عندهم ديك القضيه ديال معرض للمحاسبه، معرض للمتابعه، ومعرض للعقاب. هنا سالينا الشق الثاني، ندوزو للشق الثالث، إعفاء جوج ديال الولاة، والي ديال جهة فاس وكناس وهذا، والي ديال الجهة ديال مراكش الحوز اسفيو. أنا السي شراق حيت ما كانش عندنا في الجديدة، حنا ما كنعرفو عليه والو، دونك دار خطأ ديال انهم ذبحوا نهار العيد. عرفتي شنو هي ملي كتذبح نهار العيد؟ وصاحب الجلاله اش قال؟ تحياتي للسي البرقادي دفاع الحسني الجديدي دائما في القلب. اش قال صاحب الجلاله؟ قال لك انا غادي نوب على الشعب ديالي، وجا السي شراق وجا السي معاذ الجامعي، وتتوما تنوبوا على شي شعب ديالكم بوحدكم تتوما ولا كيفاش؟ عندكم شي شعب بوحدكم ماشي الشعب ديال صاحب الجلاله. ما فهمتش انا هاد الخرجه اللي درتوها غير محسوبه. والسؤال، الم يكن بينكم رجل رشيد ينبه هاد جوج الناس باش ما يطيحوش في هاد الفخ، ولا كنتو باغيين فيهم الخدمه؟ هنا شرحوا لينا، لانه هاد النقطه هذه بالضبط كتخلينا نشكو واش كاين بالفعل شي حاجه اللي متابعه ديال هاد الناس، تتبع ديال هاد العمل ديال هاد الولاة ولا لا، ولا حيت والي ما يهضر مع حتى شي حد يدير اللي بغا. ما يمكنش، حقاش باش ان صاحب الجلاله عطى تعليمات، قال اهيبوا بالشعب ديالي كذا كذا كاين انا راه غادي نذبح واحد على الامه، وهذه راه كافيه. علاش انت تتنايض السي معاذ الجامعي والسي شراق تتوما درتو هاد القضيه؟ وهنا غادي ندوز معاك الطريقه ديال السخريه. يا سي معاذ الجامعي شدك الرادار، يا سي معاذ الجامعي قالوا لك سير لعب 60 مشيتي ب 140، والنهار الاول ملي مشيتي لهذيك بركان وما قلتيش ان شاء الله، النهار الاول دخلتي البركان وسديتي طريق على عباد الله باش دير واحد عيد ميلاد في واحد لوطيل، النهار الاول ملي مشيتي تما كاينه ونطي بركتي عوض تقول شكرا لاقليم الجديده على الحفاوه ديال حلوا لي البيبان درت فيهم ما بغيت، نطي برك كتقول لهم بانه خليت اقليم فيه النص اميه، وخرجت معاك في واحد اللايف قلت لك الا كان هذا الاقليم فيه النص اكثر من النص ديالو اميه راك قضيتي على الراس ديالو قضيت 7 سنوات. هذيك 7 سنين كانت كافيه ان هاد الناس كاملين اللي كتهمهم بالاميه كنت درتي لهم شي برنامج يمحوا الاميه ثاني كعامل، ودير شي حاجه اللي غادا تنقص الاميه من اقليم جديده بحسابك انت كون راها نقصت. اذا انت اللي فشلتي كيفاش انك تتعامل مع هذا ملي مشيتي وما قلتيش ان شاء الله كما كنقولوا ها النتيجه، بقيتي تنقص تجتيها في راسك مالك. هنا راه انا نقولها وكنعاود نقولها، انا كنقول بانه انت بالضبط خاصك يحاسبوك. علاش؟ لانه اللي هضرتي معاه هنا في جديده من السياسيين من رجال السلطه اللي هضرتي معاه كيقول لك خربها، هاد كلمه خربها
حنا ما عندناش على دليل، ولكن كنتسناو يكون هناك شي بحث نشوف هاد الخربه كي دار لها، حيت الناس كتهضر على مشاريع عقاريه، الناس كتهضر على صفقه بزاف د الحوايج. كنتمنى ما تكونش غير هذا الاعفاء، لا كنتمنى تكون حتى المحاسبه. نبغي هذا الميساج يوصل للناس المسؤولين. عطينا لا ريجي الله يخليك لا فيديو، هذه لا فيديو ديال فاس ديال مراكش، بغيتي نشوف. لا هذه ديال فاس، ديال صاحبه. دخلت عليكم دابا، راه حيت كاين فيديوهات اخرين كيبان فيهم ليزار والشد على الطريقه ديال صاحب جلاله. هذه مساله شويه خايبه، المهم هذه راها غير مقبوله. هذه ديال فاس، لانه حسب المعلومات اللي وصلتنا بان سي معاد الجامعي قال لهم ما يصوروش، دونك اللي تسرب هو هاد الخرجه ديال الحولي مذبوح. كيف كتشوفوا ها هو الحول يا عباد الله. دابا علاش هاد الحولي مذبوح؟ اشنو تتنايب على الامه ديالك؟ تتنايب على الشعب ديالك؟ انت ملك ديال فاس ومكناس، والله انت تبارك كدافع عليهم. المهم شكرا للموقع ديال كود لاننا خدينا منه هذا الفيديو هذا. تحياتي للناس ديال الموقع ديال كود. ما فهمتش، شفتوا الطريقه؟ يعني واش هاد الناس وصلت بهم الجرأة والوقاحة انهم يتشبهوا بملك البلاد؟ شتي كون يقول لك، ولكن ياخذ على الاذن بعدا من عند وزاره الداخليه ويقول لك غادي ندبحوا لدوك العجزه، غندبحوا لدوك الايتام ودوك الارامل اللي في دور الايتام، وهذا غندبحوا ليهم. نتفهموها والله تنتفهموها، ونقولوا شوف هذا السيد مسكين فكر في هذوك الايتام. واخا قال صاحب جلاله كون شافوا ذبح لهذوك الايتام كان غيعجبو الحال، ولكن باش انك ديرها بهذا الهيلاله وبهذا هي او دابا الخطير في الامر انه ما بقاتش غير في هاد الناس. السلسله غادا تتم جايه جاره بزاف ديال الناس. شحال من واحد غادي يتجر في هاد لافير هادي، ماشي غير وحده. عبيد عبد الله، نتمناو يكون هذا الخبر لا اساس له من الصحه، ولكن حسب اللي منشور المغرب كله ناشر هذه المسائل. لو ما كانش صحيح كره اليوم صدر بلاغ عن وزاره الداخليه كتنفي فيه هذا الخبر، اذا الخبر ما تنفاش من طرف وزاره الداخليه، ما صدر حتى شي بيان حتى شي بلاغ. اذا احنا بنينا على المصادر اللي هي قنوات ومواقع رسميه، مواقع عندها الملائمه ديالها، مواقع قانونيه، دونك بنينا عليها. شفتوا الفيديو، شفتوا كل شيء. اذا ما يمكنش يكون هناك دخان بلا ما تكون تحت العافيه، دونك ضروري العافيه. هاد العافيه هي اللي عطات هذاك الدخان. اذا با معاد باي باي، وما نكذبش عليك، خرجتي من الشرج، ما خرجتيش حتى من الباب، وخرجتي مطرود. وهذا الشيء كله لان الجديدين كون متيقن ما خليتيش بلاصتك مزيانه في الجديده.
أتيت على الأخضر واليابس. وكل الجديديين كيهضروا بهذه الهضره، الا الناس ديال السلطه ما عرفتش علاش ما كانوش بغاو يحركوا معاه المساطير. ونهار اللي كنت وقفت حدا العماله في وقفه احتجاجيه مع شي اخوان، وكنت قلت لهم بانه جابوا لنا هذا السيد كيتعلم فينا حنا تعامليت، لانه ما كانش عامل. النهار بدا عامل، بدا هنا في اقليم جديده، ومنين مشى ما قالش الله يخلف الله يعمر، مشى وبرك يهضر خايب على هاد الناس ديال اقليم الجديده. وهذه امور بطبيعه الحال اللي غير مقبوله، خاصه من واحد دوز مده طويله في واحد المنصب. ولكن شكون اللي كما كنقولوا لقى المنتخبين اغلبهم ضعاف. لقى الاغلبيه ديال المنتخبين ضعاف في اقليم جديده، اغلبيه المنتخبين ماشي كلشي، دونك كيبقاو رؤوس اصابع، ولكن الاغلبيه ديالهم ضعاف. وهنا كنقولوا ليه بانه العود اللي تحقرو يعميك. انت حقرتي هذيك القضيه ديال الذبيحه، قلتي راه عاديه، ها هي دبرات لك عليها. وهذا الامر، هذا القرار ديال الاعفاء بكثره ما تداول البارح بالليل في الجديده خلف ارتياحا وسط الساكنه. اقسم بالله العلي العظيم الى الساكنه فرحت على هذه النقطه هذه، ليس فقط لانه دار هذه المساله هنا في جديده، وانما لانه بغى يدخل في اختصاصات الملك. هذه القضيه ديال تذبح نيابه على الساكنه هذه اختصاصات الملك. اذا اخويا انت مالك؟ علاش هذه المساله هذه؟ علاش تذبح عندك الحولي في العيد وصاحب الجلاله قال لكم ما تذبحوش؟ اخت هبوب سناء من المجلس العلمي. دابا هنا حتى هذوك ديال الاوقاف والمجلس العلمي راه قلت لكم غادي تجاروا عباد الله، لان شي واحد يجي يقول لي لا ما خصكش دير هذه المساله هذه، انا صاحب الجلاله هو اللي كيديرها، وراه قال لنا صاحب الجلاله انا عفيتكم، انا غنوب على الشعب. ما قالوش ليه، وهنا غتبدا الامور. اذا جوج الولات ما سهلاش، ملي كيوقفوا جوج الولات كنقولوا بانه باقي الخير وبقى بلادنا فيها الحق وفيها قانون كيطبق. اذا هنا كيبان بانه كان خصنا هاد التعزيه. كما طرات هاد النقيطه هادي كنتسناو يعطيونا ماشي اكباش فداء، لا، يعطيونا اللي تسببوا كما قالت الاخت مباركه في ان العيد ما يكونش. اللي خاصو يتحاسب هو اللي تسبب في عدم ذبح شعب باكمله اضحيه العيد في بلد فلاحي بالدرجه الاولى. شكون استفد من الدعم ديال الاغنام المستورده؟ واحيلكم هنا على دوله شقيقه لا وهي موريتانيا، الارض ديالها كلها صحراء، الغنم اللي عندهم يعيدوا لينا حنا ويشيط. علاش؟ اين هو المخطط الاخضر؟ اين هو المشروع الفاشل ديال الدعم ديال الفلاحه وداك الشيء اللي كانوا كيقولوا؟ جينا نشوفوا لقيناهم كانوا كيدعموها في دوك اللي غلاط، كيقول لي انت باقي خاصك واحد 10 كيلو، انت خاصك 20 كيلو، كيكملوا لهم في دوك الكيلوات ديالهم باش يبقى غليظ ويبقى يعني. للاسف هذا الشيء باقي عندنا حنا في المغرب. اللي لاحظت هي انه الناس ما قادراش حتى تعيط في التليفون باش دير المداخله ديالها. واش والله عطيوني شي شرح انا ما فهمتش. المهم على اي الفقرات ديال هذه الحلقه اشرفت على النهايه ديالها. كيبان ليا نقيطات بثلاثه نويطات زوينين نقيين. كنتمناو اننا تخرج شي نتائج عما قريب ان بخصوص هذا الاعفاء هذا، او ايضا بخصوص هذوك الشناقه. بغينا دابا نشوفوا هذوك لي كومونتير دابا كاملين.
اذا لي كومونتير نشوفوا لي كومونتير، ولا كاين شي مكالمه هاتفيه بين ما ندوزو حنا لي كومونتير مرحبا. قلت لي كومونتير اللي عندي هنايا راه كان كيدوزوهم الاخوان ديال لاريجي. إعفاء واليين أكد أن الولاة والعمال لم يصبحوا ممثلين لجلالة الملك، وإنما السلطة المركزية حسب منطوق الدستور، كما أن رؤساء المجالس العلمية يتحملون جزء من المسؤولية. داكشي اللي قلنا الأخ حمزة رويجح. مثل شعبي كيقول، قال لك السي بالولد، مثل شعبي كيقول بات في الحبس مثبت في الكناش، ما تبات في الكناش. كاين واحد المكالمة، واخا ماشي هذا هو رقم ديال البرنامج، انا جاوبتك السي محمد زلواش، هو غيمشي للجهه الاخرى. هنا كاين عبيد كيقول لك الخبر لا اساس له من الصحه، هادشي في نيوزيلندا، اما في المغرب كاين الصحه هذه كاينه. شكرا اخت زهور. سي البرقادي تحيه متبادله مباركه، خرق للدستور. سي محمد زلواج قال لك يبحث ماذا فعل في أزمور. اذا سي معاذ الجامعي دار شي حاجه في أزمور. امسيه سعيده لك ايضا. اعفاء الجامعي جاء نتيجه اعتدائه على اختصاص المؤسسه الملكيه. صياد نعم يلقاها ولو بعد حين. هذا السي عبد العزيز بحار. هو بسناء الأزهر أن يكون الرجل الرشيد من المجلس العلمي. سي محمد زلواج قال لك اعطيه يتساهل انه ابن باديه الجامعه في احواز فاس. اللي خاصو يتحاسب راه قلناها. السي مجدوب شايب قال لك العداله. اذا غادي نحاول نعيط انا سيدي الزلواش لا يتقلق لينا، لانه بغى يعيط في هذا التليفون ماشي في التليفون الخاص بالبرنامج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي زلواش راك معنا كما عرفت على المباشر. الحمد لله الله يحفظك. تفضل السي زلواش، تفضل السي محمد زلواش. علاش اخويا علاش حنا هذا الخبر نزل علينا بمثابه تعويض على معاناتنا مع ذاك العامل ملي كان هنا في الجديده. لا نتخلق عليك ما والو. علاش نتخلق عليك؟ لا زعما حيت ملي عيطتي وقلت لك عيط في الاخر قلت غير يتقيلق عليا خويا. لقيتو مغلوق. اييه لا 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 خدام. المهم على اي المهم حنا ماشي مشكل دابا. لا لقيتو مسدوده السي عبد السلام قسما بالله. اذا كاين شي. المهم هذا خبر مفرح ويبين على ان ولا زمن التساهل المحاسبه. الناس راه اعتداو على الاختصاص ديال سيدنا اللي كيبقى في المجال الديني هو الفاعل الاساسي. وهاد الناس راه تشبهوا بصاحب الجلاله لا في الطقوس ديال الذبح ولا في اقامه. لان الملك ملي قرر يطلب من الشعب الاهابه بعدم الذبح، قال انا غنذبح نيابه عن الشعب ديالي. اذا هذوك العمال راهم داخلين في الشعب. ايه اذا ما الفائده من هذيك المسرحيه ديال الذبح الكبش والدم؟ دليل على ان السلطه المركزيه ما بقاتش ولا شنو هي دابا. ولا هاد الناس ولاو هما الحاكمين بامر الله في هذوك الاقاليم ولا في هذوك الولايات يعني هذوك الجهات. يعني غير مقبوله هذه القضيه. طبيعه الحال
بطبيعه الحال اوامر الملك تنفذ، الرغبات ديالو هي اوامر. وغادي تعرف واحد القضيه سي حكار، هذاك السيد راه مذهب جديده عبر مكاتب الدراسات، ووراك على وراك ليا على هاد الكلمه اللي غنقول لك. مكاتب الدراسات كانت كتدي اموال ديال الاقليم بواحد الطريقه لا تتصور. مكاتب الدراسات، شكون هاد مكاتب الدراسات اللي كانوا كلهم من خارج الاقليم، وحتى الشركات اللي كيخدموا. وراك على هذه النقطه، مكاتب الدراسات بالاضافه للشركات اللي كياخذوا المشاريع. الصفقات. مكاتب الدراسات والعارفون بالامر واللي كيتحركوا جديده في المجال الجماعي وفي المسائل ديال الجماعات وديال كذا، كيعرفوا شنو هي مكاتب الدراسات. هو واحد الصنبور ديال الماء كيتحل وكيتسد بواحد الطريقه ما تتصورش. سوق ديال الازمور اللي فازت به الشركه ديال الجامعي ديال مولاي اسماعيل، الشركه ديال البناء. واش صوبوا لهم قاعه ديال الرياضه؟ القاعه راه الحيوط باينين، ولكن القاعه ضخمه، حيت كان خاصهم يصوبوا قاعه ويجهزوها هي والمسجد. ماشي المسجد كاين، اذا القاعه اللي ما كايناش طور الانشاء وراه ما كانش خاصهم ياخذوا التسليم حتى يساليو هادشي. ولكن واحد القضيه راه يتم التحايل دابا على نصوص ديال الاتفاقيه، لان البنوك كان فيها السكن الاقتصادي، دابا راها الامور تتم من اجل تمريرها الى التجزئه ديال البلاد. والمهم على المهم حنا مساهمه باش ما تقول راه ما كاينش الناس اللي كيتقي. شكرا السي زلواش. حنا باش نقولوا لك حنا اللهم لا شماتة، ولكن باش نقولوا لك بان راه باقي الاصوات الصالحه في الحق. الحمد لله. شكرا للسي زلواش على المداخله القيمه بطبيعه الحال اللي ناريه. عرفتي فين وصل لي خويا زلواش؟ وشحال هذه وانا كنبريباري في حلقه هذه خاصه بمكاتب الدراسات، وغيسمحوا لي مكاتب الدراسات لانني غنجبد لكم بالاسم كل مكتب دراسات خاص بالحلقه الى اخره، وخاص كل حلقه غادي نديروا فيها هاد المكتب ديال الدراسات، ها الدراسه اللي دار، ها لافاي فين كانت، ها بشحال دار، ها المسائل، وغادي نهضروا غادي نشوفوا اخصائي قال لي واحد السيد حتى هو عنده مكتب ديال الدراسات، قال لي نعطيك انايا الخبايا. كاين الخبايا، كاين الروينه. كنتمنى يكون شي متدخل اخر الى كاين، ما كاينش شي خليونا كما كنقولوا. اذا الحلقه دازوا فيها 3 ديال النقاط. النقطه الاولى هي ديال الزلزال القضائي اللي ديال السي هشام بلاوي رئيس النيابه العامه، اللي غادي يفتح من جديد ملفات الفساد اللي كانوا محطوطين تما في المقر، لقاهم محطوطين ما محركينش مده طويله، وكاين شي وحدين كيجيو كيبقاو تا هما تما كاينين اللي ما كيتفتحش فيهم كاع تحقيق ديال المجلس على الحسابات، وايضا اداره اعداد التراب الوطني. بطبيعه الحال هذه من شانها انها الى دارت بالطريقه اللي خص دار بها غادي تكون عندها نتائج لصالح المواطن المغرب. تحيه للسي نجيب ايضا اللي التحق بنا دابا، تحيه لسعد البسطيري حتى هو اللي التحق بنا. النقطه الثانيه اللي هضرنا عليها فهي ديال احاله نائب الوكيل العام ديال محكمه الاستئناف بفاس على التحقيق، غيحققوا معاه بشان حسب اللي ورد تخابر مع جهات من خارج المغرب. النقطة الثالثة هي إعفاء والي جهة فاس مكناس المعهد الجامعي ووالي جهة مراكش الحوزي إلى آخره سي شرق.
اذا هادو اعفاء ديالهم بسبب الذبح ديال اضحيه العيد وعدم الامتثال لقرارات صاحب الجلاله وعدم احترام قرارات صاحب الجلاله والتشبه بصاحب الجلاله من خلال الطقوس اللي دارت باش تذبحوا هذوك الحواله بجوج. اذا هنا تحيه للسي هشام بن موسى. اذا هنا هادو امور اللي ما مقبولاش وتا واحد ما قبلها. ومهم في انتظار ما ستسفر عنه الابحاث. عبدو يحيى تحياتي لك. كنت نتسناو بعدا شنو اللي غادي يكون من جديد في هذه المسائل هذه، وسنوافيكم اول باول جميع النقاط. السي عبد الكريم حضري، السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم بالتفاعلات ديالكم باش كينجحوا البرامج. اذا هنا وصلنا تقريبا نقول النهايه لان ما بقات حتى شي مكالمه هاتفيه. دونك هنا وصلنا لنهايه البرنامج. عاش من عرف قدر نفسه، هذا هو اللي كاين. وهاد الناس ما بقاوش عايشين عاش من عرف قدر نفسه، بل الجبروت كيخلي بنادم بعد نوبات يحس براسو وهو فوق الجميع. كريم العميم الزميل ديالنا، دعوة دكالة توصل الله ينصر سيدنا. فعلا حنا عربيه ولكن لا نخالف تعليمات سيدنا الله ينصرو. قريت عندك قبيله في واحد التدوينه السي كريم باش عرفني راني متبع معك. وشي ناس السحكار عندهم جديده وقتاش يجي وقتهم في المحاسبه. هي اللي قلنا ربما حيت دابا حنا كنسمعوا بانه ملي كتهضر مع الناس هنا في اقليم جديده كيقول لك فلان ما عرفت علاش ما داوش. يعني هذا مواطن بسيط كيقول لك فلان ما عرفت علاش ما داوش. يعني المواطن البسيط عارف هذاك فلان راه داير، وكيفاش انا مشيت على الحسابات عرف بان هذاك السيد داير وبقى الامور واقفه. كاين ملفات بزاف خصها تحل، وإلا مشات كانت المتابعه غادي تبداو تسمعوا رؤوسا قد اينعت. مهم كنتمنى ان الامور تمشي بالشكل اللي كيطلبوا المواطن او بالاحرى ساكنه اقليم الجديده. لان ملي كنجيو كنشوفوا راه كانت عندنا واحد السيبه، واحد الفوضى ديال بصح. البدايه بمهرجان جوهره هذاك هو الاول، حدا الواد ديال ام ربيع. المهم كاين كادوات الى اخره بلا ما ندخل في التفاصيل لحقاش باقي جايين لهادشي. وعاد زيد الفساد الانتخابي كاينين في المحكمه وقرينا المحاضر وكاين ثابت الفساد الانتخابي، ومع ذلك قال يا سيدي عدم المتابعه. المهم بزاف ديال الحوايج كانت عندنا هنا في هذا الاقليم خلات المواطن كيقول لك تا ما اش غتصور منه. هذه هي المصطلح، اش غتصور منه. اذا كنتمنى ان هاد الناس يصوروا منهم، كنتمنى ان الامور تمشي بالشكل المطلوب. الى هنا غادي ننهيو الحلقه ديالنا. الشكر موصول لكم جميعا على متابعتكم وعلى تفاعلاتكم. الشكر موصول ايضا للمخرج البرنامج السي نبيل البلوطي اللي بصراحه خدام معنا تبارك الله عليه. ما نكذبش عليكم، يوما بعد يوم اتاكد من ضبطه للامور واتقانه للعمل ديالو. تحياتي لك خويا. رؤوسا قد اينعت وحان قطاف ويسر تقفي. شكرا لك خويا جواد المغربي، تحياتي لك. ايضا تحياتي لخويا الرئيس، تحياتي لكم جميعا. للاسف ما دخلتوش معنا من الاول. يلا دابا بكيبان العدد غادي كيطلع، ولكن رحنا جينا لنهايه المقابله نهايه الحلقه بطبيعه الحال. ما سخيتش بكم، ولكن الا بقيت نهضر غادي نولي مقفره. الى الملتقى في حلقه قادمه بحول الله. الى ذلك الحين استودعكم بين يدي من لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.